ما فت عندك بو طمني جمهورك، 50,000 شخص عم يكتب طمني جمهورك. نفكركم اللي ديما نقولكم طمنكم في شو مثلا انتم. المهم ركزوا معايا انا، ركزوا معايا انا. اذا تشوفوني انا فرحانه ومرتاحه مش هكاك تبداو انتم مطمنين. كيف تشوفوني اللي انا نقف على ساقيه ونخدم ونكمل، مش انتم هكاك تطمنوا ولا تطمنوا باشياء ثانيه؟ ما فهمتش. ننسيو اللي انا ديما نقول لكم نحب حياتي الخاصه ونحب حياتي الخاصه، هي اسمها حياه خاصه، نحب نخليها الروحي، نحب نعيشها الروحي. نحب كيف نبدا انا ام داون نعيشها الروحي، كيف نبدا ام اب نعيشها الروحي. اي وانت نحب نشارك الاشياء انا نحب نشاركها، ما نحبش الضغط. خاطر في الدقيقه اللي تحس فما ضغط نسكر كل شيء، نسكر الانستغرام، التيك توك، اليوتيوب. معناها عن جد ما بحب الضغط. انا في عائلتي وفي رفقاتي وفي حياتي اللي نحسه يضغطني حتى شوي ما يخلينيش على راحتي، انا ما نحملش الضغط. انا انسانه تعرضت لبرشا ضغط اللي خلاني نكره اي حاجه ضغط، وفيما نحس بضغط يعني نهرب على طول، نجبد روحي. ملي انا عمري 12 سنه وانا نتعب وما سلمتش في الحلم متاعي، وننزل اي شيء، منزل ماي ديلي لايف، نخدم، اذا في شوتينج بروح صور، اذا اي شيء ما عملوا لحالي، ما حبيت ولا حدا يساعدني. تخيلوا انا في سنه 13 14 نقولوا 18 عندي my friends they are so famous، عندي رفقاتي رابرز، عندي رفقاتي ممثلين، ولا مرة في حياتي قلت لهم نزلوني في انستغرام، نزلوني عندكم عملوا لي تاج، ولا مرة. I tag them, I share them, I share with them stories and everything, but ولا مرة اجيت لحد قلت له please can you post this story. قلت له وحدي وتعبت عليه وحدي. يعني كنت تحبوني انا، تحبوا تطمنوا علي، تطمنوا علي كيف تلقوني ناجحه، كيف تلقوني فرحانه، كيف تلقوني حياتي محلاها. معناها راهي الدنيا راهي الدنيا نجاحات، الدنيا انه الانسان والديه راضين عليه، ربي راضي عليه، مرضي ربي مرضي عائلته، بس